ما ينفعش يدخل عليكِ الصيف إلا وأنتِ عندِك الديسبنسر أو مورد المياه. الفيديو بتاع النهارده مش هنعمل دعاية لحد ولا هنعمل دعاية لمحل، الهدف من الفيديو إنِّك تعرفي أسعار الديسبنسر الموجودة في السوق وتحطي البادجت بتاعِك عشان تعرفي تشتريه، وفي محلات كتيرة جدًا بقت بتقسّط، الديسبنسر بقى من الحاجات المهمة جدًا وبالذات في فصل الصيف. لإن افتكري كده مَلْي الأزايز الغير منتهي في فصل الصيف، بجد الديسبنسر من الحاجات المهمة جدًا والموضوع ما بقاش رفاهية أبدًا. يالّا بسرعة تعالوا نبتدي الفيديو، بس لو أول مرّة تشوفوني أنا اسمي فاطمة باعمل فلوجات وريفيوهات أكيد هتفيدِك، مش تنسي تشتركي في القناة ولايك وشير كتير للفيديو. يالّا أول حاجة معانا وهو الديسبنسر بتاع white whale 2 حنفية أبيض وسعره 8500. الديسبنسر اللي معانا بعد كده وهو كولدير 2 حنفية أسود وكمان تلاجة مش كابينة اللي بتبقى تحت وسعره 5000 قصدي 6549. الديسبنسر اللي معانا بعد كده وهو كولدير برضه 2 حنفية سيلفر بالتلاجة وسعره 6799. هُم الاتنين زي بعض بس ده واحد أسود واحد سيلفر. الديسبنسر اللي معانا بعد كده وهو ديسبنسر كولدير والكالورة بتاعته داخلية، يعني مش من فوق وسعره 8890. سيبكم من الأسعار المكتوبة ديّة لإن دي أسعار قديمة والفيديو ده قديم، بس أنا حدّثته لكم بالأسعار الجديدة. الديسبنسر اللي معانا بعد كده وهو برضه ديسبنسر كولدير بس ده كابينة مش تلاجة وسعره 6500 و2 حنفية زي ما أنتم شايفين كده، والقارورة علوية مش سفلية. الديسبنسر اللي معانا بعد كده وهو ديسبنسر برضه كولدير سيلفر قارورة علوية بتلاجة وسعره 6299. واللي معانا بعد كده برضه ديسبنسر كولدير أبيض القارورة علوية وسعره 7700. و2 حنفية زي ما أنتم شايفين كده، طبعًا سيبكم من الأسعار المكتوبة دي زي ما قُلت لكم، دي أسعار قديمة جدًا وطبعًا اتغيّرت تمامًا. الديسبنسر اللي معانا بعد كده وهو باساب كالورة علوية 3 حنفية وسعره 5499 ولو الكالورة سفلية سعره 4850. ده ديسبنسر باساب ولونه سيلفر و3 حنفية وده الكالورة سفلية زي ما أنتم شايفين كده وسعره 4850 زي ما إحنا قُلنا. ده بيبقى 2 حنفية قصدي 3 حنفية. طيب تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده وهو فريش 3 حنفية بتلاجة وسعره 9000 جنيه. واللي معانا بعد كده فريش 2 حنفية لونه أبيض وسعره 7000 جنيه. القارورة علوية زي ما أنتم شايفين كده، وبيبقى 2 حنفية. تعالوا نشوف اللي بعد كده بقى وهو برضه dispenser فريش اللي بتبقى فيه زراير من تحت مش من فوق، لإن في ناس بتحب موضوع إن الزراير تبقى من فوق، ده الزراير من تحت وسعره 5600. اللي معانا بعد كده تورنيدو 2 حنفية touch وفيه كابينة وفيه تلاجة قصدي وسعره 7670 والقارورة علوية. ده بيبقى touch وتورنيدو من الماركات الحلوة جدًا وهاقول لكم في آخر الفيديو إيه هي أفضل الماركات الموجودة في السوق من حيث الديسبنسر. الديسبنسر اللي معانا بعد كده وهو white point 3 حنفية القارورة علوية وسعره 5799. اللي بعد كده white point برضه بس 2 حنفية وسعره 5555. ده white point 2 حنفية بس بكابينة وسعره 6399. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده. اللي بعد كده هنتنقل لماركة تانية خالص وهنبتدي بماركة بيرجن. دي ماركة بيرجن 2 حنفية وكابينة وسعره 8500 الكالورة علوية زي ما أنتم شايفين كده. والماركة اللي معانا بعد كده هو ماركة بيرجن 2 حنفية وبحافظة وسعره 8500. طبعًا السعر مكتوب عليه ده قديم جدًا، يعني تقريبًا في سنة واحدة زاد الضعف. تعالوا نشوف اللي بعد كده وده بيرجن لونه دهبي زي ما أنتم شايفين كده و2 حنفية حافظة والحنفيات عبارة عن بارد وفاتر عشان هُم 2 حنفية بس وفيها تلاجة وسعره 12200.
الماركة اللي معانا بعد كده وهي فيرجن 3 حنفية، لونه أسود، ليه باب زي ما أنتم شايفين كده، بتبقى قافلة على الحنفيات وسعره 11,000 جنيه. أصلا ماركة فيرجن ماركة رائعة، وفكرة الباب دي لطيفة جدا عشان الأطفال مش يقعدوا يغرقوا الدنيا. تعالوا نشوف بقى اللي بعد كده، وهو برضو ماركة فيرجن بس ده أحمر، 3 حنفية وسعره 12,728. زي ما انتم شايفين كده الأطفال مش هيعرفوا يعملوا فيه أي حاجة خالص، يعني متأمن من جميع النواحي. بعد كده فيرجن، برضو ماركة فيرجن وفضي وبتلاجة وسعره 7,200. الماركة اللي معانا بعد كده وهي ماركة فيليبس، 3 حنفية وسعره 12 ونص. طبعا علشان ماركة فيليبس احنا عارفين انها بتبقى ياباني فبتبقى غالية شوية، بس هو ممتاز برضو فيليبس. الماركة اللي معانا بعد كده وهي ماركة باناسونيك، 3 حنفية الكالورة علوية وسعره 8,900، والزراير من فوق زي ما انتم شايفين كده. الماركة اللي معانا بعد كده وهي ماركة وينجز، وماركة وينجز دي مصري تبع شركة ساشو، بس للأسف هي شحة من السوق ومش راضي يتحدد لها سعر حتى الآن بسبب إنها شحة من السوق. فمش هقول لكم سعر عشان ايه مش ابقى بضحك عليكم. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي معانا بعد كده وهي ماركة جراند، 2 حنفية، بارد وفاتر وفيها كابينة وسعرها 5,675. بصوا كانت بكام؟ كان ب2,500. كل الحاجات زادت الضعف في خلال سنة واحدة. الماركة اللي معانا بعد كده وهي وينجز زي ما احنا اتفقنا، واحنا اتفقنا ان هي شحة من السوق، وانا مش هقول لكم على سعرها عشان سعرها متغير. ده بقى ديسبنسر الترا، 3 حنفية بتلاجة وسعره 3,600، والسعر ده قديم ومش عارفة السعر الجديد قد ايه عشان برضه ما بقاش بكتب عليه. يلا الماركة اللي معانا بعد كده وهي ماركة كولدير، ده 2 حنفية وسعره 6,549 وبتلاجة. طيب أنا عايزة أقول لكم على حاجة بقى مهمة، هاقول لكم دلوقتي إيه هي أفضل الماركات الموجودة في السوق، وأنا بافضّل جدًا ماركة كولدير، بس الماركة بس تبقى 2 حنفية أفضل من 3 حنفية. ليه 2 حنفية أفضل من 3 حنفية؟ عشان خاطر إن 2 حنفية ده بيبقى مختلف عن 3 حنفية، إن 3 حنفية ده بيبقى صيني، لكن كولدير 2 حنفية أفضل كتير، فأنصحكم بكولدير، وأنصحكم كمان بفريش. فريش من الماركات الممتازة جدًا ومشاكله قليلة جدًا في الديسبنسر، يعني أنصح برضه بيه جدًا من الماركات المتوسطة اللي سعرها كويس المحترمة، فريش. بس عايز التنضيف المستمر، لإن ساعات الجزء بتاع اللي بينزل عليه المَيّة ده بتتفاعل مع المَيّة وبيقشّر، يعني عايز محافظة شوية. ماركة كمان تورنيدو في الديسبنسر ممتازة جدًا وبرضه بانصح بيها جدًا، والصوت بتاعها واطي وماركة ممتازة جدًا. أكتر بقى ديسبنسر أنا باحبه جدًا وهو ماركة فيرجن، وماركة فيرجن ماركة محترمة جدًا، الquality بتاعها عالي جدًا، الصوت بتاعه واطي جدًا، بيسقّع المَيّة كويس جدًا، جدًا، جدًا. برضه من الماركات المحترمة جدًا اللي بانصح بيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم وأكون فعلًا قدرت أوصّل لكم المعلومة، وأي سؤال أنا معاكم في الcomment. يا رب يكون الفيديو عجبكم وأشوفكم على خير، أشوفكم في فيديو جديد. توحشوني.